حتى كان الناس بتاعت التنميه البشريه ايام زمان، هي طبعا التنميه البشريه مالهاش لازمه بس يعني كانوا يقولوا لك ايه ده راي كونتروفيرشن جدا. لا 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 لا، انا حضرت مره محاضره عجبني الترينر ده لما واحد مره قام وقال له، لما كان بيقول يعني تقدر تعمل اللي انت عاوز تقدر توصل له، لو هدف لازم تقدر وكده يعني. فقال له لا، انا كان هدف عندي ان انا ابقى طبيب، ادخل كليه الطب وما دخلتهوش وانا قدامك اهو. قال له لا، انت ما كنتش ده ما كانش هدفك. فقال له ازاي ما كانش هدفي؟ انا بقول لك هو انا كان هدفي اكون طبيب. قال له طب انت ايه دلوقتي؟ قال له انا مثلا كليه علوم اللي جت تحتها وكده يعني. قال له انت لو كنت من جواك فعلا كيانك كله عاوز كليه الطب، كنت انت هتبقى الاداء بتاعك مختلف في الثانويه العامه، يا اما انت كان عندك سوء تقييم لنفسك. انت حاطط لنفسك هدف مش بتاعك، ما كنتش واقعي. مش منطقي بصراحه. يعني هو قال له كده عشان يخلص اللي انت فاهم يعني. هو برضه ترينر لازم يبقى، ما انا بقول لك عامله زي ايه، زي القصه بتتحكي كتير، اللي هو برضو بتوع التنميه البشريه ده، انت تقدر وتعمل وتحقق ملايين ومش عارف ايه، تطلع بره تلاقيه مروح بميكروباص. هو ايه فين انت دايما. ايوه بالظبط. هو فعلا يعني بيشرحوا حاجات بشكل غلط. هو المفروض ان انت الاولى انك تقول لكل شخص يعني انت موجود هنا عشان انت في تارجت معين انت هتعمله، انت في هدف انت هتعمله وانت موجود هنا عشانه. فانت مش بالضروري انت تكون عارفه دلوقتي، بس انت مع الوقت حاول يعني تركز وانت ماشي في طريقك، هتلاقي نفسك بعد كده مع الوقت بتقرب اكتر من الاهداف بتاعتك اللي انت المفروض تعملها. فالهدف ده حاجات كتير، مش دراسة بس، الدراسة واحد منهم. فانت امشي في طريقك واجتهد بالمتاح قدامك. لو قدرت تجتهد في الامور المتاحة هتلاقي نفسك مع الوقت في فرص بتيجي. الفرص دي لو انت ما خدتهاش خلاص انت هتفضل زي ما انت. والفرص بتيجي لاغلب الناس، يعني بصراحه هي بتيجي لاغلب الناس. في كام شخص احنا نعرفه جات له احيانا فرص انه يسافر ما رضيش يسافر، اللي جات له فرصه انه يروح شركه بس راتب ضعيف بس هياخد فيها خبره حلوه، بس قال لا خلاص ده راتب ضعيف. ففي فرص معينه هي اللي بعدها بتقدر السوسته بقى الجامب يحصل تنطلق لحته ثانيه، وغالبا بيبقى في حاجات هتتنازل عنها. صح. فالامور بتمشي كده في الحياه، ما عادش زي زمان، ما عادش انا عايز حاجه اختارها السكه كده مفتوحه عليك ان انت هتمشي فيها. الكومبيتيشن دلوقتي عاليه، الناس كلها في كل حته. طبعا الله يكون في عون الاجيال الحديثه. انا نفسي بقارن نفسي بالحديثين التخرج واللي في السوق حتى بقالهم سنتين، لا عندهم نوليدج اكتر من اللي عندي. خلاص التشالنجز، الامور بقت سوفيستيكيتد، بقت ما عادش زي زمان. يعني شوفوا ايام زمان كان اللي بيحط ويندوز بيسطب اللي بيجمع سي بي يو ده مهندس انجن، ده بيجمع سي بي يو وبيبيعه وبينزل ويندوز وعنده سيديهات وعنده مش عارف ايه وعنده سي دي روم، سي دي رايتر اللي هو بينسخ بيه. دي كانت ناس بتشتغل في الكمبيوتر، مهندسين كمبيوتر. من 10 سنين فاتوا بقى كل البيوت عندها نسخ ويندوز وبتحطها. دلوقتي ما اصلا ويندوز ايه وبتاع ايه، مفيش حاجه ولا حاجه. دلوقتي بقى اصلا ان انت تبقى عارف بعض الامور البرمجيه وتبقى عارف ازاي تشتغل ابلكيشنز ومش عارف ايه، كل شويه الوتيره بترفع. انت محتاج تعرف اكتر عشان توصل اكتر. وطبعا زي ما بيقول لك المعارف بشكل عام، النوليدج كلها بتتضاعف كل 8 سنين. يعني شوف ان 8 سنين فاتوا، 8 سنين خلصوا تلاقي النوليدج دي كلها بقت دبل. فلو انت زي ما انت ممكن تطلع بره السوق بدري. صح. فهي التحديات مستمرة.